يا خلود الناس كلها بتقول ما تشتريش عربيه لحد اخر شهر واحد، وايه قصه ان السوق هيتقلب بعد ما BYD تنزل مصر؟ اشمعنى BYD؟ ليه يعني؟ وايه تقنيه الDMI اللي هي نازله لنا بيها؟ ده مش ده هايبريد؟ واحد تاني يقول لك لا ده شبه الريف. ايه الموضوع؟ خلوا ده. الفيديو ده سبونسرد باي بروفيكار، زيوت المانيه موتورك يحبها. انا هعمل معاك ديل، لو فهمتك واقنعتك تعمل فولو خلود وتبعت الفيديو ل10 من صحابك. BYD اللي بدات صناعه العربيات حرفيا بتقلد الباقي، وده كان ظاهر في كل الدول وبدات رديئه جدا وبكواليتي تعبانه، زي موديلات الF3 والL3 اللي نزلت مصر وكانت حرفيا ناقشه التابلو بتاع تويوتا كورولا الجمل، وبدات مسيرتها من هي تاخد العربيات الناجحه في السوق العالمي وتعمل لها كوبي بيست. النهارده تعتبر واحده من اعظم براندات السيارات في العالم. مش بس كده، كل عمالقه السيارات سواء BMW اودي ومرسيدس ولا حتى تسلا في امريكا شايفينها نمبر 1 اللي جاي. اشمعنى؟ وليه لما تنزل مصر هتكسر الدنيا؟ وهل ده فعلا سبب يخلي الناس تقول لك ما تشتريش لحد ما BYD تنزل مصر مع وكيلها منصور؟ هقول لك. بعد ما قلدت كل العربيات كانت متجهه بشكل بارلل في تقنيه مهمه جدا ما حدش كان واخد باله منها، وهي صناعه البطاريات اللي النهارده بقت واحده من اعظم واهم الصناعات اللي موجوده في العالم. وتربعت BYD على عرش مصنعين بطاريات الليثيوم في العالم، لدرجه ان حتى اعدائها ومنافسينها بياخدوا منها، شبه تسلا بالظبط. تسلا اللي هي عندها عربيات كهرباء بس ما عندهاش موتور بنزين واحد، اعتمادها الاساسي في اهم كومبوننت، اهم مكون عندها في العربيه على BYD تشتري منها البطاريات. ده نتيجه ان انت تكون واحد مجتهد تخلي حتى منافسينك يحترموك ويحتاجوك، زي بالظبط ما سامسونج قدرت انها تعمل شاشات جامده جدا لدرجه ان اهم منافسينها ابل بتشتري منها شاشات. وبعد ما بقت عظيمه في البطاريات وكانت بتقلد بس شويه عربيات، عملت انوفيشن وتطوير كبير جدا لعربيات BYD وبقت النهارده اعظم مصنعي العربيات. وده مش بس على التكنولوجي المستخدمه، يعني مثلا انا في رايي ان تسلا راحت ولا جت البيلد كواليتي بتاعتها سواء في الخامات الداخليه او في التقفيل سيء جدا وما يستاهلش الفلوس، على عكس BYD اللي عملت بيلد كواليتي النهارده جوه العربيات خلاها اكبر عربيه استيراد من غير وكيل في تاريخ مصر. BYD اللي بتنزل مصر استيراد حطمت ارقام قياسيه، الناس من كتر ما هي اعجبت بالعربيه اشتريتها وبكثره من قبل ما يكون ليها وكيل او مركز صيانه معتمد او حد يجيب لك قطع غيار لو لا قدر الله عملت حادثه. انت متخيل العربيه اللي هتنزل مصر اكيد هتكسر الدنيا في شهر واحد، وموديلاتها عظيمه، التانج والسيل والسونج وحاجات كتير. والاهم من كده ان هي ما حصرتش نفسها في التكنولوجي اللي هي طورتها بس اللي هي البطاريات، لا دي دخلت في حاجات جميله جدا، مواتير البنزين كمان. تقول لي ايه ده خلود عندهم عربيه بنزين؟ عندهم الاهم من البنزين، عندهم الDMI، التقنيه اللي فاجئت العالم كله. ايه الDMI ده خلود؟ للاسف وقت الفيديو خلص، فاعمل فولو خلود واوعدك بكره بالكتير هنزل لك الفيديو بتاع الDMI.